الراجل صاحب الجحشة باع الجحشة عشان الزمالك وبيراميدز اشتراها له تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. في البداية دعواتكم لأهلنا في فلسطين ولأبائنا وأمهاتنا وإخواننا اللي توفاهم الله، ربنا يجمعنا بهم في جنات النعيم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ودعواتكم لكل مريض بالشفاء العاجل بإذن رب العالمين. لايك وكومنت ويلا نبدأ، واللي مش مشترك معانا بالقناة يشترك. فاكرين طبعا الراجل الطيب الجميل اللي كان ظهر في احدى مباريات نادي الزمالك ولابس جلباب وبرنيطه وعليهم علم نادي الزمالك، وكان بيقول بشكل واضح انا جيت لك ما اعرفش منين يا زيزو، وبعت الجحشه ومعايا فلوس الجحشه وجيبها يا زيزو وما تسيبناش يا زيزو. ما نشوف نفكر بعض بموضوع الجحشه، نشوف موضوع الجحشه. كل سنه وانت طيب يا زيزو، كل سنه وانت طيب يا زيزو. اوعى ما تجددش يا زيزو، حرام عليك، ده انا بعت الجحشه اللي حلت يا زيزو. ابوس ايدك يا زيزو، جدد يا زيزو. كل سنه وانت طيب يا زيزو، والله بعت الجحشه بسببك يا زيزو عشان تجدد. قد الفلوس لمين يا زيزو؟ تعالى يا زيزو، كلها بتحبك يا زيزو. عايز تغصوا هتسعد. يبدو ان هذا الراجل الطيب الجميل الجحشه يعني فلوسها طارت، وباع بعد ما باع الجحشه، فيبدو ان هو عايز يعوض الجحشه، فراح يشجع نادي بيراميدز بهذا الشكل. يعني بيشاور ده وده واحد، يعني الزمالك وبيراميدز. ما ده اللي بنقوله، يحصل اندماج بينكم وبين بعض وندمج القصه يا معلم. يعني سيبك من الضحك والكوميديا، والزمالك والزملكاويه والله بيضحكوا على نفسهم وهيتفاجئوا بعد كام سنه هيقيسوا على كوارث. تيجي تكلم ايه واحد زملكاوي دلوقتي عامل زي بيراميدز خد مكانك؟ لا يا عم، ده بياخد طار الاهلي. طب ما نسمع خالد الغندور وهو بيقول لك بيراميدز جاب طار النادي الاهلي. الاخ خالد الغندور. الرجالة ولا مبروك لمصر ولولادنا. عايز اقول لكم حاجه مهمه، رمضان صبحي الطموح ابن النادي جاب طار النادي الاهلي. رجاله بيراميدز انتقموا للنادي الاهلي من نادي سان داونز وخدوا دوري ابطال افريقيا. كلنا كمصريين لازم نبارك لبيراميدز. وانا على فكره غنيت من شويه، غنيت ليه؟ عشان انا راجل اعلامي ومحايد. غنيت للاهلي وغنيت للزمالك، يبقى لازم اغني البيراميدز، ولازم كلنا نغني البيراميدز. لا غني له انت بقى. قمه الكوميديا اللي بيعملها نادي الزمالك والله. عشان كده الزمالك عمره ما هيقف على رجليه، عمره مش شايف عيوبه. لا ده هو بص، نادي الاهلي بيراميدز بياخد طار النادي. ليه يا عم؟ من صن داونز ياخد طار. هو صن داونز خد مني بطوله؟ ده خد منك انت بطوله في 2016، كسبك هناك 3. لما بيراميدز ياخد بطوله من صن داونز يبقى بياخدها بيرد طار مين؟ بيرد طار مين؟ احنا الحمد لله عند 12، بيراميدز اول بطوله ليه، انت عندك 5 واقف عند هذا الحد. واللي لطش اخر بطوله منك انا، واللي كان قبل مني 2016 صن داونز. تيجي تقول لي باخد طار انا؟ خلينا عايش يا عم، خليه ياخد طار انا، وانت خليك في الطراوه وخليك عايش على هذه النغمه. ياخد طاري وانا يا عم الناس كلها بتضحك عليا ومعايا 12 بطوله، وانت الناس كلها بتقف لك تعظيم سلام ومحدش بيضحك عليك ومعاك 5. تمام كده؟ حلو. فرقه لطشاتك واخده منك بطوله افريقيا تقول لك بترجع الطار ده. ورمضان صبحي الطموح، ايه المشكله؟ رمضان صبحي الطموح ما امام عاشور رازعك في الكاس الهدف بتاعك، كان لاعب بتاعك يعني. انت طيب وبعدين ايه علاقه الطموح؟ وانا مالي ومال مباراه الزمالك وبيراميدز وصن داونز؟ انا علاقتي ايه؟ انا كنت بلعب وخرجت من البطوله زي فرق كتير بتشارك يعني. ايه المشكله؟ انما كنت بشارك في البطوله ووصلت النصف النهائي، انت ما شميتهاش بقالك 3 سنين. جمال عبد الحميد بيقول لك ايه يا جماعه 3 سنين زمالك، والناس متصوره بتقول ان الزمالك ما شاركش. شوف النكته، طالع مع امير شامل يقول لك الناس اللي بيقولوا ان الزمالك بقاله كتير ما شاركش في دوري ابطال افريقيا، يقول لك بقى لنا 23 سنه. الناس بيروجوا ان الزمالك بقى له 23 سنه ما شاركش في دوري ابطال افريقيا. لا ده احنا بقى لنا 3 سنين بس ما شاركناش. وكأن المشاركه في حد ذاتها في بطوله دوري ابطال افريقيا بالنسبه للزمالك وجمال عبد الحميد والزمالكاويه بطوله. فمش حاسين بالمشكله اللي عندهم، عاملين مشاكل وبيصدروا ازمات للنادي الاهلي. انا هوريك صوره دلوقتي تبين لك ان الزمالك هيبقى في ورطه لو استمر، وهيستمر بيراميدز بقى. يعني كنت بقول اول 5 6 سنين، لكن بما ان الدوله كلها او الاتحاد الكوره والوزير دعموا. انا شفت كم جماهيري النهارده ما حضرش للاهلي ولا للزمالك،
وشفت سيبك من الاهلي، بعض الناس لابسه تيشيرت الاهلي وبعض الناس لابسه تيشيرت نادي الزمالك، لكن شفت ناس لابسه تيشيرت ناس عليها اتحاد الكوره. دي مشكله بالنسبه لي. طبعا اتحاد الكوره لازم يظهر باحسن شكل والبطوله وفيه لازم نسبه عدد معين، لكن ما عملش الكلام. ما طلبتش انت ليه للنادي الاهلي ان البطوله نهائي دوري ابطال اللي كان اللي اتلعب في المغرب يكون عندي، وخبيت الجواب. جاي هنا مش بس بتنظم لبيراميدز، لا مش بس بتنظم لبيراميدز لا انت بتحشد جماهير النادي الاهلي هناك، كنت بتحاربه وبتمنعه مع بيراميدز بتحشد الجماهير. سيبك من ده كله، شوف هوريك لقطه اطفال صغيرين. شوف اللقطه دي كارثيه على نادي الزمالك مش على الاهلي. ده جيل طلع لقى بيراميدز بياخد اول بطوله ليه في دوري ابطال افريقيا، اكبر بطوله قاريه في القاره الافريقيه. جيل طالع، شوف العيال بتبص بتبوس تيشيرت ويعملوا، يعني الجيل ده هيطلع بيشجع بيراميدز. ما هو طلع نشأ على فكره جيل في فرقه بتقدم كره حلوه وبتاخد بطولات وبتاخد بتاع، يعني خد الكاس السنه اللي فاتت وخد دوري ابطال، وان شاء الله ياخد الكاس من الزمالك او اي فرقه منهم، مش فارق. بس بيراميدز عشان الزمالك خلاص، هو مع الزمالكاويه بيتعاملوا مع خلاص بقى بيراميدز خد دوري الابطال وممكن يفوت لنا. يفوت مين يا حبيبي؟ هو في حاجه اسمها الكلام ده؟ المهم ما علينا، يفوت ما يفوت، لكن اللقطه دي كارثيه. الشعبيه بتاعتك بتتاكل يا معلم. الشعبيه اللي انت مسنود عليها دلوقتي دي كلام انا وما فيش بطولات، انتوا اتحاد الكوره والكل بيجاملكم، لكن عندي جماهيريه وفي ظهري وانا واقف على لحد دلوقتي. كان زمان النادي قفل لولا الجماهيريه كمان هتتاكل. مش هتتاكل مني كاهلي، لان الاهلي موجود في الصوره، الاهلي في دوري الابطال، الاهلي بيكسب دوري الابطال، الاهلي بيلعب في كاس العالم وهيلعب في كاس العالم، والاهلي هيلعب. انت بقى فين؟ انت لا في بالك من 2004 ولا 2000 ما بتلعبش دوري من وقت الجون بتاع تامر حميد في الرجاء المغربي، ما خدتش بطوله، ما خدتش بطوله، بقالك 3 سنين ما شاركتش في دوري ابطال افريقيا. جمهور ده وما تاخدش لا دوري، ثالث دوري. جمهور مين بقى؟ ولا الجيل اللي جاي ده هيطلع يشجعك ازاي؟ فكل عام الغريب تاني بقول لحضراتكم ان الجمهور والصحفيين شاغلين نفسهم بحاجات. الزمالكاويه طبعا الجمهور واللاعبين القدامى والصحفيين شاغلين نفسهم نادي الزمالك بحاجات بعيدا عن الكره. استاذ ممدوح عباس طالع بيقول لك مبروك لبيراميدز. هنا برضو من ضمن الحاجات الكوميديه، لا انا شايفها كوميديه. يعني الاستاذ ممدوح عباس بيقول لك ايه؟ شوف يا سيدي، الاستاذ ممدوح عباس بيقول لك المناخ خربان وبيراميدز، مبروك لبيراميدز، بيهني بيراميدز. والزمالك طلع بيان طبعا بيهني نادي بيراميدز، قال لك مبروك لبيراميدز البطوله الكبيره اللي حققوها اليوم، مبروك لاداره النادي ومبروك لملاك النادي الذين رابحوا اليوم عائد على استثماراتهم كبير جدا. عائد المادي بتاع البطوله مش بس البطوله، ده هياخد دوري الابطال 4 مليون ولا 6 مليون، 4 مليون تقريبا دولار، وهياخد حوالي 2.5 من مشاركه في كاس الانتر كونتيننتال. هيلاعب اوكلاند سيتي، والفاز منهم هيلاعب الاهلي السعودي. فانت رايح اوكلاند سيتي هتاخد فلوس، سوبر كمان افريقيا هتلعب فلوس، رايح كاس العالم للانديه كمان هتاخد فلوس، مش دلوقتي 2029 لكن هتاخد فلوس. انت بقى خدت ايه يا معلم؟ خدت ايه يا زمالك؟ انت خدت بس ما خدتش فلوس. انت من ناحيه فانت خدت ايه بقى؟ الله اعلم بقى، انتوا ادرى، كل واحد ادرى هو خد ايه. قال لك مبروك كابتن نجاح احمد الشناوي الذي قدم مباراه العمر، هذه هي المره الثانيه التي يفوز فيها نادي بعد النادي الاسماعيلي من خارج الاحتكار الكروي في مصر، والذي افسد المنظومه. قد تستمر في مكاني، وقد تسمرت في مكاني وانا اشاهد المباراه ولم ابرح مكاني قط، وقد احسست بانني جزء من الجماهير الكبيره الوفيه التي حضرت المباراه والتي لها كل الشكر. والجماهير الوفيه جماهير مين؟ جماهير حضرتك الجماهير الوفيه لمين؟ ده الراجل لابس فانيلتك تحت وفانيله بيراميدز فوق، راكبه فانيلتك، فانيله بيراميدز راكبه فانيلتك، بيقول لك احنا 2 1. المهم بيقول لك ايه بقى؟ من خارج الاسماعيلي او النادي من خارج الاحتكار الكروي في مصر والذي افسد المنظومه، اللي هو احتكار. يا راجل يا بتاع الاحتكار، ازاي في احتكار ونادي زي بيراميدز بياخد بطوله؟ ازاي يعني؟ بتقولوا فكرني باحمد زكي في فيلم انور السادات بتاع لما قاعد مع هيكا ومش عارف مين بيكلموا اساتذه الجامعه بيقول له عايزين مزيد من الحريه. قال له حريه يا جدع انت؟ يعني قاعد مع رئيس الجمهوريه على ترابيزه واحده بياكلك الفطير والعسل في بقك وتقول لي حريه؟ في اكتر من كده حريه؟ فهو نفسه
فرقه بتاع الزمالك يبقى واخد بطوله يقول لك واخدينها بعرقنا رغم الحرب. يعني انت اقوى من الاجهزه الدوله اللي بتحاربك عشان ما تاخدش بطوله، فانت بعرقك خدت البطوله. ما هي لو مش عاوزه تديك بس هو الفشل، فلازم لما اخد حاجه اقول ده انا عملت، اصور الانجاز. نادي الزمالك بقى شاغل ده كله وشاغل الدنيا بحالها، ومطلع بيان بيقول لجنه الانضباط، هي لجنه الانضباط فين الشكوى اللي تقدمت بيها ضد زيزو بسبب غيابه عن التدريبات؟ الشكوى اتحفظت في لجنه الانضباط واتشبعت حفظ زي ما بيقولوا. ليه اتحفظت؟ لانها شأن يخصك، انت عندك لائحتك، اللاعب ما هربش، اللاعب غاب عن التدريبات، وانت اللائحه بتاعتك بتغطي هذه الجزئيه، وقعت عليه غرامه ملايين. اعمل ايه انا؟ اقطع رجباته. فاتحفظت القصه. فلا انا عايز تبتلي في الشكوى، عايزك تبتلي. وطالع بيقول لك عقد اللاعب بينتهي في 30/6 عشان يمنع النادي الاهلي من يروح. والدرديري طالع يقول لك يدونا فلوس، الكلام اللي انا قلت لحضراتكم امبارح، يدونا فلوس زي ما نادي ريال مدريد ادى لليفربول بسبب الكسندر ارنولد. طب الكسندر ارنولد لاعب ليفربول عقده بينتهي مكتوب 30/6. عقد زيزو بينتهي بنهايه الموسم، ونهايه الموسم عندنا يوم 5 يونيو مباراه الزمالك وبيراميدز يا معلمين. لا احنا لازم نعمل حدوته وفيلم ونقول للجمهور احنا بنحارب اهو من بره، بس الجمهور الفشل في بطولات معلش معذرونا بقى، احنا مشغولين بنحارب، هنحارب ولا نجيب بطولات؟ عيب يا جماعه. اهو الدرديري نفس القصه، طلع بيقول لك ايه عمرو الدرديري اشتروا مننا يا راجل. ايه طيب ليه واحنا زي ناس اشتروا الترمايه يا عم درديري؟ لا درديري احنا ما بنشتريش حد، خلاص قصه قال لك عقد ينتهي. روح اشتكيني في الفيفا يا درديري، روح اشتكيني يا حبيبي. الله العظيم قمه الكوميديا. وللاسف جمهور الزمالك مبسوط يعني. طبعا اتحاد الكره قال لك العقود بتنتهي بنهايه الموسم، مش ما عندكش العقد بتاعك. عندنا العقود بتقول لك بنهايه الموسم، ما عندناش الكلام زي اوروبا في المواعيد ولا الكلام. والعقد بتاعك اساسا مع زيزو مكتوب في نهايه الموسم. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته. استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.